اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعودوا إن شاء الله يا ربي بعود الأيام والعقوبة إن شاء الله للعام الجاي، حنا وانتم إن شاء الله يا ربي نكونوا في الحياة يا ربي آمين إن شاء الله بالمسرات والأفراح. وهنا بطبيعة الحال نشارك معكم نهار نتاع نهار العيد. وأول حاجة الفطور، هنا وجدت في الفطور جوج كيلات نتاع الحلوى وهالربل بطبيعة الحال اللي ما يخطاناش في أي فطور نتاع العيد، اللي عمرو ما وجد هربل يوجدو راه غزال وصحي. بالنسبه للناس نتاع مراكش راه ضروري في الفطور نتاع العيد هربل مرافق بالزبده والعسل. وهنا واحد الكيكه اللي غزاله وغادي نشارك معكم ان شاء الله كيفاش وجدتها في واحد لا فيديو. والصوينيه بطبيعه الحال اللي ما تتخطاناش في المناسبات ديالنا، اتاي المغربي ما شاء الله داز النهار غزال. وهنايا بطبيعه الحال الذبيحه، هنا خرج خويا الحاولي من البانكو باش يطلعوا فوق السطح يتجا الجزار، حيت حنا دائما تيذبح لينا الجزار. هنا ولدي كانت شوفوا طبوحيط في هذا الولد هذا، كان تيلعب مع الخروف عادي فاش كان في البانكو ويعطيه ياكل وكل شيء وتيقول لك صاحبي، وما تينطحش هذا الخروف سبحان الله العظيم، ولطيف ومهدان وما تيبعبعش بزاف صراحه تبارك الله عليه. وهنا فاش خرجوا خويا خاف منه، شوفوا كيفاش هرب فاش قرب منه. هنا طلعوه للسطح باش يذبحوه، حيت كما قلت لكم راه جا الجزار. شوفوا تبارك الله قداش كميه نتاع الله يتقبل منا ومنكم. وولدي ما نقول لكمش شنو دار بالبكا، قال لك لا ما تذبحوش، علاش تذبحوه خليوه. قلت له ولدي هذه راه سنه الحمد لله حنا مسلمين والعيد الكبير اضحيه. وريته كيفاش جات الاضحيه، وقلت له على سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ولدو خصكم توروا وليداتكم الشعائر الدينيه ديالنا. المهم هنا السقيطه الحمد لله من بعد ما ذبح الحاولي، شوفوا تبارك الله كيفاش خرج. وفاش دائما تنمشي نختار الحاولي حيت انا اللي تنشريه، الاختيار دائما تيكون تاعي في الخروف ان يكون عنده اللحم اكثر من الشحم، ما تنبغيوش حنا الشحمه بزاف. واحد الحاجه اللي بقى فيا الحال فيها ان الجزار قراطا ليا بزاف من الدياله، شوفوا عرفتوا راه بقى فيا الحال. ومن هنا نداء للجزار علاش قراطيتي ليا بزاف الدياله. ايوا الحمد لله اللي خرجت غير في الدياله. وهنا الكبده تنشويوها، بالنسبه لينا حنايا العاده نتاعنا كل واحد والعاده ديالو، حنا تنتغداو بالكبده على حسب كل واحد والعائله شنو تيديروا نهار العيد. حنا بالنسبه لينا ما تنديروش تقليه في الغداء وما تنمسوش نهائيا الخروف، فاش يذبح تنخليو هذاك النهار ما تنقيسوش نهائيا بالموس، تنديروا الغدا الكبده ولا بغينا عاود نديروا التقليه في العشاء وصافي. هنا بالنسبه للكبده تنشدوها تنلويوها عادي وترفقوها بالتحميره وكذلك بالملحه والكمون. وهنا عجنت الخبز درت فيه الدقيق الفورص والنخاله، ما نقول لكمش كيفاش جا رائع تبارك الله مخرق بحال البغرير. ودرتو في الطبق قال لا مولاتي ايه كلشي بلدي اليوم، النخاله جا بها الخبز واعر. وهنا درت شلاضه نتاع الباربه وهذيك الكبيدات القطبه نتاع الكبيدات. وكذلك هنا درت القرعه الخضراء مشرمله على حقها وطريقه، وبطاطا لولدي قال لي ضروري تقلي لي بطاطا. وبطبيعه الحال الصوينيه نتاع اتاي اللي ما تتخطاناش في اي مناسبه، الصوينيه درت هكا في الكيسان النعناع ما نقول لكمش رائعه. وهنا الخابيه حطيناها بالغراف بالقطرانه لاله مولاتي، كلشي بلدي هذا النهار كلشي الحمد لله بلدي. وسعيدوا تعاودوا ان شاء الله يا ربي، ونتمنى هذا لا فيديو يكون عجبكم. وكما قلت لكم راه حنا ما تنوصلوش نهائيا السقيطه هذاك النهار، حيت اللحم خصك تخليه ينشف على الاقل واحد 24 ساعه، يعني تخليه ينشف. ايوا بصحتكم وراحتكم وبسلام عليكم، يكون ان شاء الله عجبكم هذا لا